الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين، وهذه اللجنة موجودة للآن تمثل فيها كل الأحزاب المغربية. قد يختلف إخوتنا المغاربة كأحزاب أو شخصيات على أي شيء، ولكنهم دائما وأبدا متفقون كل الاتفاق على القضية الفلسطينية. ولذلك هذه اللجنة لا زالت قائمة إلى الآن، تمارس عملها إلى الآن في نصرة القضية الفلسطينية. ولا ننسى أيضا أنه في عام 1969 بعد أن حرق المسجد الأقصى دعا جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى مؤتمر إسلامي، ليس إلى فقط الجامعة العربية وإنما إلى مؤتمر إسلامي. وكان في ذلك الوقت لابد أن تحضر موريتانيا، وموريتانيا لا يعترف بها المغرب، فأصر جلالة الملك من أجل فلسطين أن يضحي وأن يعترف بموريتانيا حتى تحضر هذا المؤتمر، وتبدأ بداية المؤتمرات الإسلامية، وتكون المغرب هي أو جلالة الملك هو رئيس للجنة القدس. ومنذ ذلك التاريخ والملك يترأس هذه اللجنة، لأن القدس كما هي عزيزة على قلوبنا جميعا فهي عزيزة